النهارده أول مرة أشرب وأول مرة أدخن وأول مرة أكتشف إني خيبة، عامل روحي وحش وبضرب الناظر وأنا قطة. أنا حتى ما حصلتش القطة بتخربش كلمتين تهديد، شخيت على روحي. وفي البيت فاكر إني ممشيهم على عجين وهم بيستغفلوني. تحس بإيه لما ابنك يكذب عليك وانت تكذب على ابوك او على مديرك في الشغل وهو يكذب على مديره، وكل واحد بيحاول يشكل اللي تحته بالعافية ويخليه على مزاجه صورة منه، واللي تحتيك لأنه خايف منك بيمثل عليك إنه بيتغير وهو ما بيتغيرش. محدش في الدنيا دي بيتغير إلا لو عاوز يتغير، حابب يتغير. تقدر تخلي واحد يبقى متدين بالعافية؟ بلاش. عبد الناصر نفسه يقدر يخلي واحد يبقى اشتراكي بالعافية؟ كفايه كده، انت شربت كتير. كل واحد فينا كابس على نفس اللي تحتيه وخايف ومرعوب وبيمثل وبيكذب على اللي فوقيه، من العبد لله لحد عبد الناصر نفسه عنده اللي بيضحكوا ويكذبوا عليه. سلسلة طويلة من الخوف والكبت والجبن والكذب. والعمر قصير عشان نضيعه في المتاهة دي. أنا كمان كذاب، بس كذبي أخطر من الناس دي كلها. الناس بتكذب على بعض، لكن أنا بكذب عليك أنت. عامل قديس وده حلال وده حرام، معذب روحي، معذبهم معايا في البيت وفي الشغل، كل ده كذب. لكن الحقيقة إني بحب الخطية، وكل اللي بعمله ده عشان خايف ترميني في جهنم. يعني لو مفيش ولا جنة ولا نار، يا ترى كنت هعمل نفس الحاجات؟ أنا بعد العمر ده كله اكتشفت إني ما أعرفكش. أنا أعرف شوية فرائض وأوامر ونواهي، لكن ما أعرفكش. وكل الناس دول بيتكلموا عنك وما يعرفوكش. دول يقولوا الطقوس وأسرار الكنيسة أهم حاجة، ودول الخلاص في لحظة، ودول الملء والألسنة، ودول الملك الألفي، ودول الثواب والعقاب. وكلنا بنتفق في حاجة واحدة بس، إننا بنتكلم عنك وما نعرفكش. أنا بعترف وبصوم وبصلي، لكن ما بحبكش. أنا دايما خايف منك، أنا دايما خايف منك. نفسي أحبك، نفسي أحبك زي ما تكون أبويا.